عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ويا رب الدنيا تبقى عندكم كويسة. هناخد النهاردة درس interior and exterior angles of polygons. الدرس ده أهم ما يميزه إنه من مجموعة من القوانين حضرتك هتحفظها، وغالبا هيديك مسألة فيها equation، هتستخدم equation عشان تحل القوانين دي. ماشي؟ تعالوا مع بعض نقول القوانين دي عبارة عن ايه. أول قانون عندنا بيقول ايه؟ The sum of measurement of interior angle of convex polygon n minus 2 multiply 180. تمام. ودي معناها ايه؟ معناها ان مجموع الزوايا الداخلة لأي تريانجل بيجي من القانون ده n minus 2 multiply 180. يبقى حضرتك لو جالك اي سؤال، تمام، والسؤال ده طلب منك انك تجيب مجموع الانجلز لاي بوليجون، هيبقى n minus 2 multiply 180. طب n minus 2 دي معناها ايه؟ n minus 2 دي معناها ال n هو عدد السايدز اللي موجودة عندك، minus 2. n minus 2 دي تعتبر number of triangles. يعني اي شكل لو عايز تعرف number of triangle بتاعه بتجيب عدد السايد تشيل منهم 2 يديك كام؟ يديك number of triangle. وليه ضربناها في 180؟ ضربناها في 180 لان ببساطة الصم بتاع الميجرمنت اوف تريانجل ايكوال 100 كام؟ 180. يبقى اول قاعدة عند حضرتك n minus 2 multiply 180. ده يديني مين؟ ده يديني the measurement of interior angle of triangle، مجموع الزوايا لأي triangle موجود عندنا، قصدي مجموع الزوايا لأي بوليجون موجود عندنا. تمام؟ طيب ماشي، ده أول قانون. تاني قانون عندنا the sum of the measurement of interior angle of complex أو convex inside polygon one angle at each vertex is 360. تمام؟ يبقى مجموع الزوايا بتاع الاكستيريور انجلز بتاع كونفكس سايد بتساوي 360. وده تاني قانون. يبقى الداخليين الانتيريور n minus 2 multiply 180. الاكستيريور او الاكستيريور الخارجية بتساوي 300 كام؟ 360. تعال القانون اللي بعد كده. القانون اللي بعد كده عايزين بقى مين؟ عايزين الانجل الواحدة. ماشي؟ عايزين الانجل الواحدة. طب الانجل الواحدة بالنسبة للانتيريور، بص يا باشا، انت الانجل الواحدة لازم تجيبها اما يكون عندك مين؟ عندك بيسموها ريجولار. ريجولار يعني الانجلز كلها قد بعضها. تمام؟ فبالطبيعي بقسمهم على عددهم، يبقى مجموعهم على عددهم. فهجيب مجموع مين؟ هجيب مجموع الانتيريور اللي هي m minus 2 multiply 180 واقسمهم على عددهم اللي هي n. بالنسبة للميجرمنت measurement of exterior angle هيبقى 360 divided n. يبقى ببساطة القوانين اللي فاتوا هنقسمهم على مين؟ على عددهم اللي هو ال n. ده تالت قانون ورابع قانون. اللي بعد كده لو عايز يعرف number of diagonals، number of diagonals بي equals n minus 3 divided 2، و n طبعا عدد السايد. لو جه سؤال وقال لك عايز يعرف number of diagonals اعمل ايه؟ number of diagonals عبارة عن n minus 3 divided 2. ودي كده بمنتهى البساطة والهدوء الايه؟ القوانين بتاعتنا. يبقى تعال نكتب القوانين تاني. اول قانون عندنا بيقول ايه؟ اول قانون عندنا عايز يعرف
المجموع الانجلز الانتيريور sum of measurement of interior angle عبارة عن n minus 2 multiply 180. تمام، ده مجموعهم كله. طب لو هو ريجولار وعايز يعرف الواحدة بكام، يبقى نقسم ديفايد ال n. مجموع الاكستيرير بكام؟ ب 360. طيب لو هو الانجل الواحدة لو هو ريجولار يبقى ديفايد ال n. طيب الدياجونالز، طبعا الدياجونالز يا جماعه يعني ايه برضه عشان خاطر ممكن حد يكون ناسي. الدياجونال ببساطه هو الستريت لاين اللي واصل ما بين اي نون ادجيسنت فيرتكس. يعني ايه؟ يعني مثلا لو عملت لك كده عشان بس حد ما ممكن يبقى الشكل اللي هو الكوادراتشو ده مش باين، ده وده جنب بعض بيسمى ادجيسنت، ده كده دياجونال، ده كده دياجونالز، ده كده دياجونالز. طبعا دي ما ينفعش فيها دياجونال، يبقى من الفيرتكس لاي نون ادجيسنت فيرتكس يعتبر دايجونال. تمام. طيب number of diagonal n multiply n minus 3 divided 2. ماشي. طيب تعالى يا باشا كده نطبق عملي. طبعا انت غالبا المشكله ما مش في السهوله في القوانين، لا المشكله ان الدرس ده غالبا هيجي بشكل هيجي بشكل الايكويشن. بمعنى يعني نشوف دلوقتي، تعالى مثلا find the measurement of interior angle. السؤال جاك زي ده وقال لك عايز يعرف مجموع الانتيريور انجل. اول حاجه اعملها ايه؟ اقول n minus 2 ملتبلاي 180 هيديني 2 ملتبلاي 180 يديني 360. يبقى دول مجموعهم كام؟ ب 360. طبقهم القانون وجبنا 360. ماشي. ال n نمبر اوف سايد طبعا. حلو الكلام؟ حلو. هل المساله وقفت لحد كده؟ لا. هنا بقى هجمعهم، هي بقت x بلس 14x بلس 12x بلس 11x equal كام؟ equal 360. وتجمعهم مع بعض. تمام. اجمعهم كده مع بعض يديني 45x. هتعمل 45 ديفايدد في 306 ديفايدد 45 يبقى الاكس طلع ب 8. طب هو عايز ايه؟ عايز يعرف كل سلايد كل انجل بكام. يبقى ياخد ال 8 ملتبلاي ال 14 8 ملتبلاي ال 8 8 ملتبلاي 11 8 ملتبلاي 12. ماشي. تعالى اللي بعديه. احنا السهل ان هو يعمل ايه؟ يديك السايد، يديك نمبر اوف سايد، لكن دلوقتي هيديك ايه؟ هيديك النمبر اوف الصم بتاعهم. يعني مثلا 900 دي يقول لك انا عندي شكل مجموعهم ب 900. تمام. يقول لك انا عايز اعرف عدد السايد قد ايه. فنطبق القاعده اللي عندنا اللي هي اقول n minus 2 multiply 180 divided 900. بعد كده عشان اجيبهم هقول n minus 2 وهقسم هنا على 180 وهقسم هنا على 180 يديني ال n minus 2 equal كام؟ equal 5. عايز اعرف ال n بكام هوديها الناحيه التانيه بعكس الساين، يبقى n equal 5 بلس 2 يديني 7. ماشي. تمام. طيب تعالى نخش على اللي بعدين.
نفس الكلام هقول n minus 2 multiply 180 equal 162 وبعدين اعمل divide 180 هيديني 9 يبقى n minus 2 equal 9 يبقى ال n equal الكام؟ equal 11. ودي القاعدة اللي من حضرتك هتخليك تحل أي مسألة عندك. ماشي؟ دي القاعدة اللي هتخليك تحل أي مسألة. أنا عايز أعرف أقعدهم قد إيه، هاخد المجموع أقسمه على 180 وبعدين أجمع على 2 زي ما موجود هنا. طيب إحنا قلنا مجموع الإكستيرير بكام؟ اللي بره ب 360. فيديك سؤال زي ده يقول لك عايز أعرف الإكس بكام. خلي بالك ده ممكن يكون بالنسبة لك سهل. تعالى بقى على ده. واحد بص يا لهوي ايه ده؟ السؤال ده ما احنا قايلين مجموعهم كلهم ب 360 فهتجمع ال 2a. خلي بالك اكستيرير معناها خارجيه. ال 2a 3a 6a وال 2a وال 7a. تمام؟ مجموعهم كلهم بيديني كام يا معلم؟ 360. تمام؟ طيب يبقى الكونفكس مجموعهم بكام؟ ب 360. مجموع الكونفكس بكام؟ ب 360. تمام؟ الكونفكس برضو واحد ممكن يسأل السؤال يعني ايه كونفكس برضو؟ بص يا معلم، الكونفكس دي معناها اللي هم اقل من 180. تمام؟ يعني الكونفكس اللي هم الانجلز اللي اقل من 180 ده بيسمى عندنا كونفكس على فكرة. وفي حاجة بتسمى الكونكيف. الكونكيف اللي هو اكبر من 180. يبقى مجموع الكونفكس عندك بكام؟ ب 360. يبقى هجمع 2a 3a 6a 2a 7a كلهم مجمعهم مع بعض هيديني كام؟ هيديني 360. تمام؟ تعال نشوف السؤال اللي بعده. if the measure تعال the number of sides regular pentagon. ماشي. if the measure of one of the interior angle is 140. ده شوية هيكون فيها شغل. ليه بقى؟ لان حضرتك هو مديك الانجل الواحده، فالقاعده اللي عندنا يبقى n minus 2 multiply 180 divide ال n equal 140. ماشي؟ تمام. هناخد ال n multiply 140 equal 180 او 180 او n minus 360. يبقى اعمل ايه هنا؟ هنا هتروح جاي عامل ايه يا باشا؟ كاتب القاعده n minus 2 multiply 180 divide ال n وتبدا تعمل multiply. يبقى 180 n و minus 360 equal دي مقص طبعا equal 140 multiply ال n. تمام؟ تمام. بعد كده عايز احل المسألة. هجيب ال n هنا بعكس الساين وهودي 360 هناك بعكس الساين. هيبقى 40 n equal 360. اعمل لي divide ال 4 يبقى ال n equal كام؟ 9. يبقى number of side بكام؟ number of side is 9. اللي بعده the measurement of exterior angle is 3 n equal كام؟ 72. يبقى هقول 360 divided ال n equal كام؟ equal 72. اعمل مقص يبقى 72 n equal 360. اعمل division هيبقى ال n equal 5. يبقى number of side بكام؟ number of side ب 5. يبقى انا عندي القاعدتين دي ودي هبدأ اطبق عليهم واحل. تمام؟ هبدأ اطبق عليهم واحل. ماشي؟ نفس الكلام هنا mathematical formula بتاع الدياجونالز هيروح مديك find the number of diagonal of نانوجون. النانوجون ده يا جماعه عباره عن ايه؟ النانوجون ده اللي عباره عن 9 سايد. فهقول يبقى n يبقى 9 9 minus 3 divided 2 يديني كام؟ يديني 27. طب والقاعده اللي بعدها
find the number of convex polygon is 45 diagonals. فهقول هنا طبعا مش مديني ال n، خلي بالك ان دي فيها equation، خلي بالك ان دي فيها equation، دي فيها equation يا جماعة. يعني هقول n minus 3 divided 2 equal 45 او 54 قصدي. بقى ناخد ال 2 multiply ال 54 واضرب ال n في ال n يبقى n باور 2، n multiply 3 يبقى 3n equal 108. ماشي تمام. فهقول هنا n باور 2 minus 3n minus 108 equal 0. هنا هحلها از ايه؟ هعمل لها اللي هو اللي خدناها قبل كده اللي بيسموها فاكترايز. انا عايز عددين اضربهم يدوني 108 والفرق ما بينهم 3. ايه هما؟ 12 و 9. بعد كده ال n هيبقى ايكوال نيجاتيف 9 وال n ايكوال 12، يبقى الحل الصح عندي 12. وخلي بالك ده يعتبر ابرز سؤال في المدرسه، ابرز سؤال في الدرس ده ممكن يجي فيه فكره. ان حضرتك الدرس ده انت هنا يا باشا هتحل بالقاعده، والقاعده موجوده عندك، هتبدا تشتغل وتحل المساله عادي. تمام ماشي تمام. بس السؤال زي ده خلي بالك لو قال لك لو اداك نمبر اوف دايجون وطلب غالبا هتحل از ايكويشن زي الشكل اللي قدامنا ده. تمام، غالبا هتحل از ايكويشن زي الشكل اللي قدامنا ده. اعتقد الدرس ده ما يعني ما فيهوش اي حاجه غير القواعد اللي قلت عليها. هتعرف القواعد، كل قاعده ازاي تحل بيها المساله. طيب استنى، في سؤال كمان ممكن نحله. بيقول لك ايه؟ الريجولار convex polygon 9 diagonals and perimeter is 54. Find the radius of its side. هو عنده 9 فلازم اجيب مين؟ لازم اجيب، هو قال لك خلي بالك السؤال ده فيه كذا نقطة لازم تركز لي فيها. أول حاجة قال لك ريجولار. طب ومعنى كلمة ريجولار إيه؟ معنى كلمة ريجولار إن هو كله قد بعضه. أول حاجة. تاني حاجة قال لك البريمتر. طب البريمتر ده إيه يا باشا؟ البريمتر ده مجموع السايدز مع بعضها. فحضرتك السايدز كلها قد بعضها، فأنا لو عايز الواحد أجيب مجموعهم وأقسمهم على عددهم. طب أنا عندي عددهم، أنا عندي هنا نمبر أوف سايد. لا، انت المسألة هنا عندك ما عندكش نمبر اوف سايد، وبالتالي بما ان ما عنديش نمبر اوف سايد لازم اجيبه. طب اجيبه منين؟ اجيبه بالدياجونال. طب اجيبه من الدياجونال ازاي؟ اول حاجه احط له قاعده ان ملتبلاي ان ماينس 3 ديفايدد 2. ماشي تمام. وبعد احلها از ايكويشن اقول 2 ملتبلاي الان ب 18، وان ملتبلاي الان بان باور 2، وان ملتبلاي نيجاتيف 3 ب 3 ان. اوديها ده حتى بدخل بعكس الساين بالشكل ده. وبعدين اعمل لها زي ايكويشن، عايز عددين حصل ضربهم يديني 18 والفرق بينهم 3 اللي هو كام؟ اللي هو ال 3 وال 6. تمام، يبقى ال n ايكوال كام؟ نيجاتيف 3 ما تنفعش، ال n ايكوال 6 تنفع. يبقى عدد السايدز بكام؟ ب 6. تمام، وعايز يعرف طول الواحد بكام. هو مش عايز يعرف عدد السايد، وعايز يعرف طول الواحد بكام، وكلهم قد بعضهم. فهتاخد ال 54 تعمل له ديفايد مين؟ تعمل له ديفايد 6. ماشي تمام. بس ده الدرس بتاع المرة دي. تعالى مع بعض نحل شوية أسئلة. مديني أي شكل من الأشكال دي. تعالى مثلا نحل السؤال، وليكن السؤال رقم 4. حضرتك هتقول the sum of measurement of interior angle of إيه من غير ما تقول، حل يا معلم. اللي هو n minus 2 multiply 180 equals 1 2 6 0.
اعمل ديفايد 180 يبقى ان ماينس 2 equals 7. ودي الناحية التانية العكس الساين يبقى ال equals 9. كل المسائل بالطريقة اللي زي كده. تعال مثلا على السؤال رقم 2. اولا سؤال رقم 2 ده عشان تحله ببساطة اشوف النمبر اوف سايد، ومن القاعدة اللي هي n minus 2 multiply 180 هجيب number of sum of measurement of interior angle. تمام. بعد كده هجمعهم مع بعض، اقول x بلس 120 بلس 96 بلس 90 مش عارفة كام بلس 120 equal، واطبق القاعدة دي. طبعا n دي بتمثل number of side، عد كده ادي 1 2 3 4 5، فكأنها 5 minus 3 minus 2 بيديني 3، فهتاخد ال 3 ملتبلاي 100 ايه دي مجموعهم. طب سؤال زي ده وعايز اعرف الاكس بكام. ماشي، هنا ده ريجولار، وطالما ريجولار عدهم كده كام واحده، ادي 1 2 3 4 5. عرفت منين ان هم ريجولار؟ لان هم ايكوال سايد. لو قال لك ايكوال سايد يبقى ريجولار، يبقى دول 5 صح، ماينس 2 ملتبلاي 180، بعدين اعمل لهم ديفايدد مين؟ ديفايد الان، ديفايد الان اللي هي 5. جبت قيمة الاكس، ما هو مجموعهم اللي فوق على عددهم جبت قيمة الاكس. سؤال زي ده ببساطة احنا قلنا يا جماعة خلي بالك، قلنا الكونفكس اكستيريور كونفكس ايكوال 360. يعني سؤال زي ده هقول x بلس 31 بلس 2x بلس 32 بلس 3x ماينس 3 ايكوال 360، وحليت المسألة. سؤال زي رقم 6 ده مجموعهم ده بلس ده بلس ده بلس ده بلس ده ايكوال 360. مجموع exterior convex equal 360، تطبيق مباشر. نفس الكلام على ده، نفس الكلام على ده، نفس الكلام على ده، نفس الكلام برضو على ده، مجموعهم ب 360. هنا بقى في رقم 7 او رقم 7 دي انت هتطبق في رقم 7 دي ايه يا باشا؟ القاعدة بتاعت الدياجونالز اللي هي m multiply n minus 3 divided 2. تمام، بس لازم تبقى عارف اسمائهم. يعني مثلا التريانجل ده يا جماعة ايه؟ في 3. تمام، 3 ماينس 3 ماينس 3 بزيرو اصلا، يبقى تلعب زيرو. الكوادراتشر ده 4، بنتاجون ب 5 نمبر اوف سايد، هكساجون ب 6، اوكتاجون ب 8. استنى، هبتاجون ب 7، اوكتاجون ب 8، نانوجون ب 9، ديكاجون ب 10. تمام، فالمشكلة هتقابلك فين بقى يا باشا؟ المشكلة هتقابلك وانت بتحل المسألة وانت مش عارف نمبر اوف سايد. تمام، يبقى تاني كده عشان نبقى عارفينهم. التراينجل 3، كوادراتشر 4، بنتاجون 5، هكساجون 6، هبتاجون 7، اوكتاجون 9، اوكتاجون 8، نانوجون 9، وديكاجون 10. وطبق بالقاعدة دي. يعني مثلا هنا 10 ملتبلاي 10 ماينس 3 ديفايدد 2، 10 ملتبلاي يبقى هنا 7، يبقى 71
divided 2 هيديني 35 diagonals. ماشي. طيب السؤال رقم 8 ده هو بقى اللي فيه اللعب كله، لان هنا انت هتحل السؤال as equation. تمام، يعني السؤال لما يجي لك هنا هيجي الحل بتاعه as equation. خلي بالك لو اداك number of diagonal وطلب منك النمبر of side هيتحل as equation، ودي اعتقد ان هي ممكن تبقى اصعب حاجه في الدرس كله. ممكن يعني مثلا تعالوا ناخد السؤال رقم 2 ده، قال لك عايز اعرف نمبر اوف سايد بتاعه ب 9. هي 9 ممكن اقول لك تبقى اجيبها بدماغي، اجيبها مش عارفه مين يعني، انما لو اداك رقم كبير زي 27 مش هتعرف. يعني انا والله العظيم قال لك من الضحك. استنى، احنا هنحلها زي كويشن ماشي، بس اوريك حاجه ايه، حاجه تهلك من الضحك الاول، عشان بس ايه الموضوع ده شفته قبل كده. يعني ايه اوريك حاجه، او المفروض تتحل از ايكويشن تمام، بس انا اوريك ايه، اوريك حاجه برضو قبل كده شفتها مع واحد. في ناس مخها شغاله مش بتنام. حلو، يعني مخها مش شغاله مش بتنام، يعني والله العظيم مخها شغال. فجاي ورا والله يبص كده يقول لك ان مش عندنا ان نيجاتيف 3 ديفايدد 2. قلت له اه، بص بقى انا عاملها ازاي. لك يا عم انتوا ايكويشن ايه وجع دماغ ايه. هنقول مثلا ادي نبتدي بكام، قال لك ابتدي بالفايف. تمام، وراح فاتح البتاع كده، كتب 5 ماينس 3 اقفل ديفايدد 2. طلعت لي في 5، قال لك 5 ما تنفعش. راح يا باشا جرب ال 6. تمام، طلعت لي بكام، ب 9، يبقى 6 سايد. مثلا تعالى على ال 20، والله قال لك 20 ماشي، جرب ال 7. قال لك 7 ما ينفعش، جرب ال 8. ب 20 يبقى ده ب 8 سايد. ففي عيال يعني مخها شغال، ما بيجيش ايه على حضرتك وقفت عند سؤال تقعد تولول. لا 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 خالص، يقول لك احنا هنقعد نوجع دماغنا ليه، والله هنحله. بيحلوا يعني، عيال مخها شغال زي ما بيقولوا. تمام، تعالى على نمبر 9 ده. احلها ازاي بالقاعده، من عندي ان نيجاتيف 2 ديفايدد الكام، نيجاتيف 3 سوري، ديفايدد 2 ايكوالز الان. انت المفروض تحل كده، ما تحلش زي ما اديتك كده، بس انا يعني عشان اتاكد من حلك. يبقى هنا 18 ايكوالز ده بكام يا معلم، ده بان باور 2 ماينس 3 ان ايكوالز كام، ايكوال 18. يبقى كانها نيجاتيف 18، يعني ما انت هتدخل دي بعكس الساين وتبقى دي بزيرو. هنلاقي از ايكويشن اما نحلها از ايكويشن دي ان ودي ان، عايز عددين ال حصل ضربهم 18 والفرق بينهم 6 و18 قصدي، بس 3 و 6. الكبير ياخد اللي في النص وده يبقى بوزيتيف. النيجاتيف مرفوض، البوزيتيف عندنا يبقى n equal 6. بس درس سهل مفيهوش اي حاجة، وكله قواعد وتطبق عليها وهتحل. مع السلامة.